إنه قمر صناعي سوداني. نعم، قمر صناعي أجريت عليه كل التجارب الأرضية التي حظيت بالنجاح. خلق جيل وكادر بشري مؤهل هي خطوة جبارة وخطوة كبيرة وعملاقة للسودان لكي يقتحم مجالات الاتصالات وعلوم الفضاء. القمر الصناعي نجاحه هو بنجاح خلق هذا الكادر البشري. لأول مرة في القارة السمراء وفي جامعة عربية هي جامعة الخرطوم أقدم طلاب كلية الهندسة على التدريب التصنيعي ثم تجريب مرة بعد أخرى بإشراف من الدكتور نادر عبد الحميد الذي قدم المشروع للجامعات السودانية لتتبنى جامعة الخرطوم هذا العمل. بعد دراسة جدوى كاملة للمشروع يعني المركز النيل رأى في أنه فيه يعني بيحقق واحدة من أكبر الأهداف اللي هو نقل المعرفة من الخارج إلى الداخل يعني داخل الوطن. من هنا تم استقبال أولى الإشارات التي أكدت نجاح التجربة الأرضية، ما يعني ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تتمثل في إعادة تصنيع القمر كيوبسات من مواد تصلح للتواجد في الفضاء الخارجي. الأقمار الصناعية الكيوبسات تنشئ مجموعة من الكوادر المؤهلة لصناعة وتصميم الأقمار الصناعية من المراحل الأولية. كل الأنظمة الموجودة في القمر الكيوبسات الصغير هي نفسها الأنظمة الموجودة في الأقمار الكبيرة، أقمار الاتصالات والأقمار الجيوستيشنري. هو نموذج معياري يماثل المعايير العالمية التي وضعت لأقمار الكيوبسات الأقمار الاصطناعية. حقيقة كان مجهود كبير من الفريق لإنشاء وتصميم أدق التفاصيل والأنظمة الفرعية داخل القمر الصناعي. النموذج يحتوي على الأنظمة كما في الأقمار الاصطناعية الكبيرة، تم إنشاؤه داخل الكلية بالمكونات المحلية. كان في فترة بتاعت تدريب في جامعة اسطنبول بتركيا، هي كانت لها خبرة سابقة في هذا المجال حيث أرسلت قمر صناعي كيوب ساتلايت ITU بيسات. هو كان تجربة ناجحة وكان أول قمر صناعي لدولتهم تركيا. يعني من التحديات اللي واجهتنا هنا في البداية كان طريقة صناعة القمر الصناعي كديزاين. تجاوزنا التحديات دي بأنه حاولنا نصنع القمر الصناعي بالمواد الموجودة عندنا هنا في السودان، لكن واجهتنا مشاكل في التحصل على القطع دي. نأمل أن احنا نتجاوزها في المرحلة القادمة عشان نصل للهدف الأساسي أن احنا نصنع القمر الصناعي اللي حيطلق في الفضاء إن شاء الله. دائما ما توجد مرة أولى، فهل ستعد هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها شباب جامعي عربي سوداني قمرا صناعيا؟ إنه مشروع قومي يمثل حلما سودانيا بالتواجد بين دول العالم الرائدة في مجال البحوث العلمية وتجارب الفضاء. تسابح مبارك، MBC من عاصمة السودان الخرطوم.